أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم هو ابن العميد الأهلاوي، وعندما نتحدث عن العميد الأهلاوي هنا نقصد الأهلي القطري. فالعميد الأهلاوي هو العميد نادي الاتحاد السعودي، والأهلي هو جاره وغريمه نادي الأهلي، فالعميد ملقب فيه الاتحاد السعودي، والأهلي من نادي جدة، فكلاهما من جدة. وعلى طار النادي الأهلي نبارك النادي الأهلي السعودي حصوله على لقب كأس النخبة الآسيوية لأول مرة في تاريخه. مبروك للوطن، مبروك لجماهير ومحبين النادي الأهلي السعودي. نجمنا لهذا اليوم هو عمر عيسى ابن 2011. يقول عمر: أحببت كرة القدم عن طريق والدي الذي كان لاعبا في إحدى أندية مصر، وتحديدا في نادي المنيا المصري، فكان والده يشجعه كثيرا حتى أصبح لاعبا مميز. نجمنا لهذا اليوم هو ابن قطر، وتحديدا العميد الأهلاوي الأهلي القطري من مواليد 2011، الذي يلعب ويفضل المركز ظهير اليسار، حيث أنه مميز في قدراته وأيضا في الأوفر، فهو ظهير مناسب وظهير عصري سواء في السرعة وأيضا في الدفاع. نتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم ابن قطر، وتحديدا الأهلي القطري، عمر عيسى. امتلاكه لقوة الأداء يشكل أحد العناصر التي تميزه وتجعله مؤهلا لمركز الظهير الأيسر في لعبة كرة القدم. إنه اللاعب عمر عيسى صاحب الإمكانيات المميزة وحائز المقومات التي تصقل مهاراته وترتقي من مباراة لأخرى. صلب في مهامه الدفاعية وبارع في تخليص الكرات والمراقبة والتحرك الاستباقي والتغطية المتقنة. سرعته الكبيرة جزء مهم من مهاراته الكروية، بل وتشكل العنصر الأهم في انطلاقاته الجانبية التي يصعب الحد من خطورتها. يلعب بأداء حيوي مستمر ويتميز بلياقة عالية تظل متوقدة طوال زمن المباراة. ذكاءه الأدائي يظهر في مهاراته بالمراوغة والتخطي دون التعرض للاحتكاك القوي. يقود هجمات جانبية ذات أثر قوي في إرباك الدفاعات وإرهاق حركتها، كما أن كراته العرضية أمام المرمى تظل مشروعا لأهداف دارج الشباك في كثير من الحالات. نجمنا لهذا اليوم هو ابن قطر، عمر عيسى، الذي تألق في هذا الموسم حيث لعب 18 مباراة، صنع خلالها 3 أهداف ولم يسجل بحكم أنه ظهير أيسر ومدافع. فعمر عيسى بإذن الله عز وجل سيكون له قدرات في المستقبل ومميزات أخرى تحلق به بعيدا، سواء على مستوى الأهلي القطري أو على مستوى منتخب قطر. أصدقائي، وقبل الختام، عصائر 1000، بما أن الصيف قد حل فالأنسب هو عصائر 1000، حيث أن عصائر 1000 هي الأنسب في وقت الصيف، عصائر طبيعية، وأيضا هناك أنواع وأشكال من العصائر وأيضا غيرها، وأيضا تخدم الحفلات والمناسبات. أصدقائي، كما عودتكم كان معكم محمد إبراهيم من برنامج النجم الصاعد. كونوا سعداء.